بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز أي كوك سطحه إزاز أو الوش إزاز. فطبعا الإزاز ده لما اتكسر صحابه عايزين يعملوه استانلس. ادي الإزاز اهوت، ووريك تخنته قد ايه. وفي ناس غيرته بتاع مرتين والتلاتة كمان. فالناس كلها بتسألني وبتدور على فيديو عايزين يعملوه استانلس. فالحمد لله يعني جبت وش ستانلس نفس الماس وهوريكوا على تفاصيله دلوقتي. فالبرواز ده بيتحل فيه بمسمارين من ورا مش شمال ومسمارين على اليمين. وبخلع البرواز كده، ده اول حاجة اهوت. بشيل البرواز كده اهو. كده البرواز ده كده ملوش لازمة لان ده بيركب على ازاز، وده الورق اللي تحت الازاز، فكل عين مربوطة بمسمارين. الشغلانة دي كلها في حل المسامير ديت، تمام، وتنظيفه من الازاز. الباقي كله يعتبر سهل. تمام. ادي الازازه اهوت. انا حاولت انضفه على قد ما اقدر، وشلت كده وايه، شلت الازاز كده اهوت من فوق. وبعد كده نيمته على جنبه ونزل كله في جنب البوتاجاز. لما رفعت البوتاجاز نزل في الدرج تحت خالص، رحت جاي منضفه وطلعت الازاز كله. دي اول حاجه، نضفت الازاز. فبناخد مقاس طبعا البرواز او البوتاجاز، ادي 90 او 89، وادي 60 اهوت او 59، حسب الوش اللي هيجي. يعني اقرب وش يكون من المقاس ده، بس لازم يكون نظام غرف، نظام الكوبايات، عشان ما تخرمش في الوش وتزود فيه خرام تانية ويبقى يبوظ منك. لا، اهوت. دي انا هحل كده، حليت العينين اللي قدام دولت عشان ادي وسع على نفسي في نظافة الايه الازاز، وهرجع اركبهم تاني اهو. بحاول ان انا بقى اشيل كده اهو. فهي الشغلانة كلها في المسامير الوش اللي استانلس وهو راكب، تمام. او الازاز بيبقى ليه ملكه شويه، فخلينا في وش الاستانلس بقدر اخبط جامد وادق واعمل. ما كانش كده ممكن بشنيور افور المسمار. ف فمش هينفع غير ان احنا نحل عين بره. يعني انا حليت عين بره كده اهوت، وطلعت المسامير، فورتها بالشنور، وعملت مسامير تانية جديدة. فبجرب قبل ما اقفل الوش بقى، بيولع. بص يعني انا جربت دلوقتي في محبس بيولع، يعني قافل المحابس كلها، ده في تسريب في المحبس. والبوتاجاز ده يقول لك امان كامل اهو. التسريب من العين ده، فالامان كامل للشعله لما تغلى، يفور عليها لبن مثلا ولا حاجه، تبرد بتطفي. لكن التسريب اللي قدامي ده، طول ما انت فاتح الغاز او فاتح الانبوبه، الغاز شغال، في ريحه غاز في الشقه. فمش معنى اي بوتاجاز يقول لك امان كامل انه في تسريب زي كده يفصل. لسه ما اخترعوش حاجه زي كده. في تسريب، خلاص يبقى البوتاجاز عايز يتحل ويتعمل. ملوش دعوه بحكايه الامان ده خالص. الامان ده عشان معمول لو طفل فتح وجري ما يفتحش. فانا بحل المسمار بتاع القفيز اللي ماسك المحبس اهوت. المسمار ده بيبقى من جوه، والمحبس دوت بقفيز من ناحيتين، مسمارين بس. القفيز بيمسك من ناحيه وبيربط من ناحيه. فانا لما اجي اركبه هقلبه واخلي المسمار من قدامي، هيبقى احسن واملك يعني. اهو ادي الجوان اهوت، الجوان اللي هو الاحمر ده. فانا بشيله واجيب جوان تاني اهو. الجوان المقطوعة اهو، واركبه تاني. دي الشغلانة زي ما بقول لكم. الكوبايات مساميرها صعبة جدا. يعني لازم انت تكون لو معاك شنيور ولا حاجة، او حتى لو معاك مفك متمكن منه، لو محلش هيقطم. فانت لازم شنيور عشان تعمل مسمار نفس الخرم، مسمار جديد تاني. فهي الشغلانة كلها في حل الكوبايات دي وتعمل لها مسامير. الحاجة التانية عشان أوفر على صاحب البوتاجاز، الطارات الزهر. انت عايز الوش ده عايز له 3 طارات زهر،
وغاليين، يعني ممكن غاليين جدا، الواحدة غالية، ولازم تجيبها نفس نوع الوش عشان بتبات في الوش. فده يونيو اير اي كوك. فالوش اللي انا جايبه اصلي يونيو اير اي كوك 90، في 80 ياما لكن 90 قليل. في 90. يقول لك لا مفيش، لا في 90 اهوت. انا غيرت المحبس اهوت غيرت جوان المحبس وهجرب برضو. انا كده وصلت غاز اهو، كده انا بجرب الجوان اهو عشان لو في حاجة تانية ما احلش الماسورة. انا كده تمام. هربط بقى الماسورة بتاعت المحبس اللي انا كنت بعمله، اللي هي أنا ما ربطتش الماسورة دي ليه؟ عشان لو كان لسه بيسرب، بدل ما اخلع الماسورة تاني، لا انا بربطها بعد ايه ما اطمن ان مفيش تسريب ايه من المحبس. اربطها واجرب برضو ايه العين تاني، واجرب عين والفرن والشواية، كل ده اجربه قبل ما اقفل. يعني ما ينفعش اقفل الوش واركبه على كده، لازم اجرب الاول الغاز بتاعي، لان الوش ده تركيبه مش هيبقى سهل. تركيبه مش هيبقى سهل ليه؟ لان انا بركب الطبقة او كده قطع غاز والحمد لله. لان انا بركب الطرات اللي هي المدورة بتاعت الوش سطح الزجاج على الاستانلس. تمام. كده كله تمام. حل الفواني بقى قبل برضو ما اقفل، عشان ممكن تكون الفونيا سنها بايظ عايز تغير كوباية نفسها. فانا بخلي تركيب الوش ده اخر حاجة. انا بفتح طبعا، انا عشان الصوت في الورشة كان فيه صوت حاجات شغالة يعني صاروخ وشنيور والكلام ده، فعامل صوت جامد، فانا لاغي الصوت ومركب صوت على ايه، على الفيديو. كل عين بحل الفونيا وبديها عيارها بتاعها المظبوط، وافتح قبل ما اركب الفونيا. اول ما احل الفونيا زي ما انا هعمل كده اهوت، افتح الغاز واسمع صوت الغاز طالع كويس ولا لا. اهو. اهو احط صبعي كده في ضغط غاز كويس. لكن لو غاز ضعيف يبقى الماسورة نفسها مسدودة، ودي المشكلة اللي بتقابل اي بوتاجاز نظام الغرفة او الكوباية، بالذات العين الصغيرة بتبقى مسدودة، والحل الفونيا مش مطلعة غاز. بيبقى الماسورة اللي طالعة من المحبس للكوباية مسدودة عايزة تتسلك، وده صعب انك تسلكها، لازم تحل الوش كله وتحل الماسورة وتطلعها بره تسلكها وتنضفها وتركبها تاني. ادي العين اللي في النص اهو، لازم افتح مرتين واقفل كده. كده تمام. وادي عيارها مظبوط وارجع اركبها تاني اهو. العينين اللي ورا دولت زي بعض. ايوه دي قد دي، نفس ايه. دي بتاخد كام؟ ده بترزع على انبوبة بتاخد 60 من 100. 60 من 100 يعني 6 من 10، يعني فوق النص ملي بملي. آه فوق النص ملي، نص ملي ب1 من 10، يعني 60 من 100. عشان ما نلخبطكمش، بس الصغيرة دي بتاخد نص ملي، 50 من 100. الوسط 60 من 100، الكبيرة 70 من 100. الوسط دي 80 من 100 اللي هي في النص، تاخد 80%، وممكن تديها 90%، كمان 90 من 100. لكن ما توصلش للملي، ملي تدخل معاك. اهو كده تمام. بجرب برضو ايه كل ايه، أأكد بس ايه على الفواني. اهو كده تمام. كده سلكت الفواني وجربتهم كده كله تمام. الله ينور. كده كده تمام. هركب بقى الوش، هقيسه الأول قبل ما أشيل الورق حتى بتاعه. ده 90 أهو.
60 اهو. شيل بقى الورق اهو، ده يونيو اير اهو، ده بتحط عليه 3 طارات زهر. هو نظامه كده. شيلته تاني برضو عشان أأكد على حاجة برضو. ايه الفرن والشواية مجربتهمش، ماسورة الفرن والشواية اهي كده تمام. لأن أنا بقفل الوش مش هتفتح كل شوية. ادي كده. أنا بس هعمل واحدة بس، والأربعة التانيين عشان هياخدوا مني وقت طبعا هيبقى نفس القصة كده. أنا مربط كل واحدة بمسمارين وظبطت المسامير كده كله تمام. هخلع عين عين بقى واركب الطبق ده. انا بخلع كده اهوت المسمارين واحط الطبق على نفس المسمارين، بس اللي يجيب مسامير هيجيبها ايه، يجيبها 2 سنتي شوية، يعني المسمار ده بتاع حوالي سنتي، لا تجيب مسمار 2 سنتي او 3 سنتي، لان الطبق ده عامل ارتفاع شوية، عامل ارتفاع شوية. فده التعديل انا موفر على صاحب الايه البوتاجاز. لكن لو هتلاقيها صعبة عليك وبتاع، هات الوش بطراته، هات الوش بالطرات بتاعته. يعني اي حد بيقول لك على التعديل ده يقول لك هجيب لك الوش بالطرات بتاعته. فانا عامل الفكره دي بحيث اوفرها على صاحب البوتاجاز، او انت لو شايف العمليه صعبه عليك مثلا هتريح نفسك، هتركب الوش زي ما انا ركبته كده الاول بمسامير وتحط الطرات عليه. تمام. اهو انا كده ركبت اول واحده اهي، والباقي كله زيها، كل واحده ليها مسمارين واللي في النص دي ليها 4. يبقى كده كله ايه، كله تمام. هجرب بقى كده اهي، كل واحده ليها ايه، مسمارين. والكوبايه بتنزل في الطبق، وادي الطاره بتاعتها. جربت كده ال5 عيون اهوت، ده كده كله تمام، كله شغال مية مية الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.